السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم ويومكم أبيض كده إن شاء الله بإذن الله، بركة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أصدقائي وزمايلي والمتابعين كلهم يا رب العالمين والشعب المصري كله، كل سنة وأنتم طيبين ويعود عليكم الأيام بخير في ذكرى حرب أكتوبر العظيم. النهاردة أنا طبعا مش هتكلم في المجال خالص، أنا النهاردة هتكلم في نصر أكتوبر، ومش هتكلم في تفاصيل. أنا النهاردة بشارك وبحتفل بهذا اليوم العظيم مع المصريين كمصري زيهم. طبعا أنا بهني الأول الشعب المصري كله، بهني الجيش المصري، بهني الحكومة المصرية، وبهني طبعا الشرطة وكل طوائف الشعب. تمام، بهنيهم بمرور 52 سنة في استقلال وفي سلام وفي حرية. بهنيهم في 52 سنة عدوا واحنا راسنا مرفوعة. بهنيهم بمرور 52 سنة واحنا في عزة وفي فخر ان احنا مصريين، وفخر بمصر الحبيبة اللي هي ام الدنيا. طبعا انا بشكر برضو في هذا اليوم العظيم كل من ضحى من اجل هذا الوطن، سواء في حرب اكتوبر، سواء في بعد كده في ثورة، كل الناس اللي ضحت علشان مصر تعيش أبية، تعيش مرفوعة الراس. طبعا حرب اكتوبر ده كان بمثابة معجزة للناس اللي هي قارية التاريخ، والحمد لله قدرنا وقدر الجيش المصري ان هو يفوز وينتصر في هذا اليوم العظيم. طبعا بنترحم على شهدائنا والناس اللي شاركت في حرب اكتوبر كلهم، ونحتسبهم يا رب شهداء. وطبعا كان فضل بعد ربنا، طبعا كان قائدنا العظيم محمد انور السادات. وبرضه نفس الكلام ما ننساش نذكر برضه الفضل للرئيس الراحل محمد حسني مبارك اللي هو كان قائد الضربة الجوية. الشعب المصري اللي عاش من بعد هذه الحرب راسه مرفوعة وعزة وفي عزة وفي كرامة. طبعا أنا كمصري برضو طبعا بشكر كل الدول وبشكر كل العرب اللي شاركونا في هذا الحب هذا اليوم وفي انتصارنا لهذا اليوم. بشكر الناس اللي دايما بيحبوا مصر وبيعتزوا بمصر. بشكر برضو كل الناس اللي يعني انا امس جالي تليفونات كتيره بصراحه من بعض الاخوه تمام في الدول العربيه، بيهنوني زي ما احنا بالظبط بنهنوهم في بعض في ايام الاعياد الوطنيه تبعهم، في حاجات اللي هم الخاصه بهم في اعيادهم الاستقلاليه، في الاشياء دي كلها. هم برضو ما شاء الله اتصلوا عليا، والناس بصراحه بتقابلني وبيهنوني في هذا اليوم العظيم، اليوم الكريم اللي طبعا ما ننساش الفضل هذا اليوم ان احنا دلوقتي عايشين في حرية وفي استقلال، وعايشين ان احنا ماشيين في كل مكان وراسنا مرفوعة، مش خايفين من حد الحمد لله. كل الشعب المصري الحمد لله لما لك الحمد في اي مكان ماشي راسه مرفوعة وفي عزة وفي كرامة بسبب هذا اليوم. علشان كده أنا بهني الشعب المصري كمصري وبشارككم في هذا الاحتفال، ودايما عايزين نعود ولادنا إن هذا اليوم لا ينسى أبدا. شكرا لكم كلكم، وكل عام وأنتم بخير، ويدوم عليكم الأيام بخير، ودايما نحتفل مع بعض وإحنا في حرية وفي استقلال، ودايما نحتفل مع بعض وإحنا في حب وفي رخاء وفي سلام. كل سنة وانتم طيبين، ويدوم عليكم الأيام بخير ويومكم أبيض إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.